الدول المغاربية وتحطيم أرقام غينيس. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا والأرقام اللي حطموهم في غينيس. والبداية مع المغرب الحبيب. في عام 2016 المغرب غادي يدخل موسوعة غينيس بأكبر براد ديال اتاي في العالم اللي صابت واحد الشركة ديال اتاي في مدينة مكناس. الطول ديالو كيوصل حتى ل 3 متر، اما العرض 4 متر تبارك الله. يعني هذا براد واش من براد. وعمرو فين عام سيدي واحد الدكة ديال اتاي ب 1500 لتر ديال الماء و3 كيلو ديال النعناع. يعني تخيلوا معايا قداش هاد الكميه اللي استخدموا. ويجيني واحد العمليه حسابيه في راسي، قلت اجي هذا البراد تقريبا شحال يقدر واحد يشرب فيه، شحال واحد غادي يشرب من داك البراد ديال اتاي. وقلت مع راسي ايطرو ديال الماء الا قلنا فيها 20 كاس متوسط ديال اتاي، يعني شحال جايه 20 في 1500. دابا نديروا لها نيت كالكولاتريس هنايا، جايه هي 30,000 كاس ديال اتاي اخوتي. يعني راه تقريبا المدينه نص المدينه يذوق الدكه ديال اتاي. المهم ونبقاو في المغرب وندوزو لثاني رقم قياسي كيدخل موسوعه غينيس ديال ابراهيم تقي الله، اللي دخل باطول قدمين في العالم، اللي الرجل اليسرى ديالو كتوصل ل 38 سنتيمتر فاصله واحد، اما الرجل اليمنيه تبارك الله فراس فيها 37 سنتيمتر فاصله 5. يعني راه تبارك الله دايره مشات تضربك ولا هذه راه الله يرحمك. وماشي غير هادشي اللي عنده تبارك الله، هو كيتصنف ثاني اطول رجل في العالم من بعد التركي سلطان كوزان. ودابا غادي ندوزو لجاره الجزائر يا دوله. الجزائر سيدي غادي تدخل موسوعه غينيس باكبر قصريه ديال الكسكسو سنه 2004. هاد القصريه ديال الكسكسو نعم سيدي كتوزن اكثر من 6 طن ديال الكسكسو. يعني راه تبارك الله، واللحومات والعجوله اللي ذبحوا، يعني راه تبارك الله محيده المجاعه من الصومال هذه. وهذه القصريه دارت في المعرض الدولي بالجزائر. ونبقاو في الجزائر نيت اللي دخلت الموسوعه غينيس مره اخرى باكبر مجموعه ديال الناس كيغسلوا الماعن. هذه المجموعه ديال الناس كتكون من 412 شخص كيغسلوا الماعن ديال وجبه الافطار، مع الشيء على ما اظن داروه في رمضان. يعني غير صاروا الفطور وناضوا كيغسلوا الماعن، وبهذا قدروا يحققوا هذا الرقم القياسي في موسوعه غينيس. يعني الصراحه داك الشيء ايزي، فهمتي؟ يغسل الماعنات العباد تقدر تدخل موسوعه غينيس. دابا الكونسيبت ديال موسوعه غينيس ما كيهمش انت شنو درتي ولا زعما شنو سميتو، كيهم غير شي حاجه تكون درتيها اللي حطمتي بها واحد السكور. مثلا نجيب 1000 واحد كينقزوا في بلاصه وحده، ولا 1000 واحد فرقعوا بانونه، ولا المهم ما كيهمش ديك الحاجه انت اللي درتي واش تافهه ولا لا. يعني كتهم انك حطمتي واحد الرقم قياسي اللي عمر شي واحد ما دار. وهذا هو الكونسيبت ديال غينيس، باش ما يبقاش يقول ما محكا حنا كنديروا غير اكبر. يعني الكونسيبت ديال غينيس اصلا هكا، كاين اللي عنده اكبر فم، كاين اللي عنده جرأة اثقل شاحنه. يعني فهمتي؟ راه ماشي نقولوا زعما الغرب راه احسن منا ولا نو، راه هادشي يعني عادي، راه كيبقى تحطيم رقم قياسي وما كيهمش يعني شنو دار. ودابا غادي ندوزو لتونس. تونس اللي دخلت الموسوعه غينيس باكبر سروال ديال الجين، اللي الطول ديالو 50 متر وفي العرض ديالو 36 متر. يعني راه كبير بزاف اخوتي، راه ما تصوروش عشان سروال فيه 50 متر وفي العرض 36، راه شي حاجه الهربه. اللي صمموا هذا المصمم العربي بوقمحه بالمساعده ديال 15 طالب من المعهد العربي للموضه. يعني راه تبارك الله ستاف ديال الناس اللي صايبوا هذا السروال. وتعرض هذا السروال في تيران ديال الكره بالمساعده ديال 40 شخص. يعني تخيلوا معايا قداش هذا السروال كبير، يعني راه ما سالاش الخوت. واخيرا غادي نشوفوا مدينه ليبيا اللي دخلت الموسوعه غينيس كاخطر مكان للسفر في العالم حسب منظمه الصحه العالميه في تقرير دارته على السلامه الطرقيه سنه 2015 بانها اعلى دوله بمعدل الوفيات في حوادث الطرق، اللي كيوصل العدد ديالهم 73.4% من اصل 100,000 شخص. يعني راه عدد كبير الصراحه ديال الناس كيموتوا في الطرقات. هذا هو الفيديو ديالنا كان. ما تنساوش لايكيو وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وتستناو دائما فيديوهات جداد، وتحلاو.